مش انا اقف طول المطبخ جوه، اقف طول اليوم جوه المطبخ واعمل الديك واعمل الفرخه، مش انا. امسك المكنسه بالكهرباء وافضل، مش انا. انزل اجيب الحاجات وابقى ماسكه بتاع حاجات الخضار واكلم الماركت وارضع البيبي، مش انا. بس النهارده مش انا ان انت بقى تخرجي وتنطلقي وتبقي دكتوره. دي بصراحه انت فاجئتينا. مش انا يا جماعه، انا دكتوره قد الدنيا. لازم تحكي لنا على الكواليس دي. طب بذمتكم قبل ما احكي، دكتوره ولا مش دكتوره؟ والله انا دكتوره. انا اكتر حاجه ضحكتني الله حد هيدخل يشتري مني وانا لابسه البلطو، عامله حياتها بالبلطو. مش لا انا اكتر حاجه ضحكتني اللي هو انا فاهمه كل حاجه بس مش انت عايز نقط للودان. عارفه كانت مسخره بصراحه. انا اكتر حته والله اللي هو مش فاهمه حاجه خالص. هو مطلوب ان انا مبقاش فاهمه. فالحمد لله عن الفكره والكواليس وكل حاجه. هو الحقيقه ان الناس اللي داخلين دي كلها كانوا حقيقيين. وانا ما كانوش شايفين الكاميرا، مش شايفين الكاميرا. وانا حسيت ان انا في الكاميرا الخفيه، مش عارفه ليه لان انا هو متفاجئ وعايز يقول لي هو حضرتك مش دكتوره؟ يعني في واحد بيقول لي طب انا عايز ده، فالناس متفاجئه. فده اللي حسيت ان الموضوع طبيعي اكتر، وحسيت ان انا فعلا مش انا. بس انا طلعت من الفقره دي في حاجه بقى. ايه بقى؟ زمان واحنا صغيرين يا جماعه، كل واحد وهو صغير كان بيبقى عايز يطلع حاجه. ايه اللي بيغني واللي يعني انا مثلا وانا صغيره كنت دايما ماسكه الفرشه بالمقلوب. اي ضيف يجي لنا استضيفه. اي ضيف ماما تقول لي ممكن والنبي ما تستضيفيش يا دينا، مش عايزه دوشه. اقول لها خلاص اعملي لي حاجه، يا اما هستضيف الناس كلها. اقعد بقى والناس لازم هستضيفهم، فاهمه؟ والله العظيم بجد. فاكيد كل حد فيكم كان نفسه وهو صغير يبقى والله على ما شيرين تجاوبك انا هقوم اجيب لي ساندوتش كده عشان انا جوعت مش قادره يعني. ممكن كوبايه نسكافيه معاكي اكل دلوقتي. طب انا لابسه زي مين النهارده؟ انا لسه قايله لك قبل الهوا، المضيفه قايله لك عامله زي مضيفات الطيران بالايشارب ده والسكارف وعايشه في كان نفسي طول عمري اطلع مضيف الطيران. حد رب. يتخيل كده؟ واعمل الكنب والكراسي عندنا في البيت واجيب الصينيه واجيب الصينيه للبني ادمين بقى. مساء الخير، حضرتك تحبي ايه يا فندم؟ مش شكلي لوحدك انت. واصلا ما فيش بني ادمين. ما فيش بني ادمين. انت فين القهوه يا بنتي؟ انت مش كنت انا قايمه يا جماعه اعمل القهوه بس لما كان نفسك تبقى مضيفه يا سياده المضيفه قولي لنا ايه ده جبنه رومي بس ده بتاعي بس بعدين الفقره ندالة. مش عارفه مضيفه ايه اللي قعدت. طب كانت المضيفه قامت بيف ولا تشيكن يا فندم؟ بيف ولا تشيكن؟ ميت فيش. لا انا فيش. ميت ولا تشيكن؟ طب وانت يا ميار؟ بصي هو انا زمان قوي فعلا كان نفسي اطلع مضيف الطيران، بس ما ظبطتش معايا. وعمري ما فكرت ابقى ممثله ابدا وانا صغيره، ولا اقلد الفنانين ولا الكلام الفاضي، ولا عمري في حياتي. الموضوع جه معايا باي لاك جدا. انا كنت مره رايحه اشتري كتاب خارجي، فقالوا لي طب خلوا الكتاب الخارجي ده. رحت قالوا لي لا، في واحد بيشتري عنده كتب بتاعت السنه اللي فاتت. انا كنت قردة مذاكره، احب اموت في المذاكره، فكنت عايزه اذاكر حاجات السنه بعدها. رحت اشتري من واحد بيبيع كتب قديمه، لقيت عنده تقريبا حد من اللي بيضيعوا الورق، لقيت سيناريو. فانا قلت له اديني البتاع دي عشان اكتب في الظهر عشان فاضي. خدته وقعدت امسك البتاع كده، لقيت مش عارفه، انا فاكره كويس فريد يكلم مش عارفه مين. قعدت اقراها وبعدين لما قريتها لقيت نفسي بعمل كده، فقلت ايه ده تعالي. جبت بقى هاله بنت خالتي ومها اختي، يلا ولبسنا الطرحه بتاعت تيتا وقعدنا نمثل. من يوم ما قلت ايه ده، طب انا ليه ما ابقاش معقوله ابقى واحده من دول يعني. طب مين اول حد حس ان انت فعلا عندك موهبه يا ميار؟ يعني حاسه انك ممثله. الحاج فهمي عبد الحميد الله يرحمه، وهو اللي سماني ميار الدبليم. يعني انا ثانيه واحده، هو انت مش اسمك ماري ببليم؟ لا حضرتك ايه ده